تعليقات بس شغل طبعا اكثر ليش حاسين بالاوضاع اللي هم اللي يمشوا وهم اللي يجوا وهم اللي متضررين وهم اللي واقفين في الشارع، هم في فم المدفع مع احترامنا لعملنا شيء. طبعا قرار اللي صدر السيد وزير الداخليه فرض تاشيره مسبقه على ابناء محافظه مطروح، حسب ما هم يقولوا القرار هذا يعني وضع التأشيرة اللي كانت ماشي من قبل ما غير هذه من منها القذافي ابدا. احنا عمرنا ما تقبلنا منه لا من قذافي ولا من زيدان ولا من مرسي ولا من هذا حق مشروع لنا مكتسب. خد بالك زي ما قالها العمدي يمكن غير يعني بيشرحش في القانون الدولي فقره في القانون الدولي يقول تنص على مبدا حسن الجوار في العلاقه بين الدول، هذه موجوده على كافه حدود العالم. التليفون والمكسيك موجود. خد بالك فهذه مش من حاجه. وزي ما قال عنده ادريس قال هذه تدير تفرقه بين نسيج الشعب المصري محافظه ابدا. هذه حق اصيل لمحافظه مطروح، واحنا من قبل كنا نطالبوا ان علاقتنا بليبيا تشبه بالبطاقه، مجرد نبين هويتك كمصري تفضل جماعه مطروح تخشوا بالبطاقه. اليوم تجي تفرض عليه تاشيره في الظروف الصعبه اللي احنا فيها سواء في ليبيا ولا في مصر، هذه يعني مع احترامي كم الناس رفضتها جميع الاشكال. مبدا التاشيره مرفوض بشكل يعني يا تركي قبل ما تقبل البطاقه. اما قلت بالله احنا في ناس من المحافظات الاخرى يخشوا جوا وينسبوا في روحهم من محافظه مطروح، هذه محلوله يقبلهم تاشيره معينه سواء في الجوازات الليبيه او المصريه بلون معين بشكل معين مسدس مربع معروف ان هذا خدم لابناء مطروح. خد بالك هذه تميز ابناء مطروح. هذا حل يعني من ضمن الحلول كده والله يمكن قلنا حتى الناس الحل الاخر اللي عند عبد الرازق ويحكي قال احنا عندنا تاشيره مفروضه علينا من الجانب المصري ابدا. التاشيره اللي مفروضه علينا هذه مش من عندنا، هذه بناء على خطاب موجه من رئيس المجلس الانتقالي ايام الثوره للحكومه المصريه. خد بالك لمنع الشباب اللي هم من سن 18 مش عارف عند 45 كانوا ينزلوا في وقت الثوره ويجوا مصر هي. خد بالك فضروا لهم قرارها وفرضوا التاشيره بناء على رغبتهم هم، هذه مش من الحكومه المصريه، والحكومه المصريه يمكن ممثلين عنها موجودين. خد بالك الحاجه الاخرى علاقتنا بشعب ليبي كما قالوا عمدنا ومشايخنا علاقه تاريخيه ضاربه بجذورها في التاريخ، ما حدش يخربها لا مرسي ولا زيدان ولا شوايل ولا غيره. خد بالك احنا تربطنا علاقات تاريخيه، والشهد خط الشمال ده اللي الجزائري او قاعد شهد عيان على عمق العلاقه اللي تربطنا بشعب ليبي من ايام الطليان. خد بالك هذا ضروه عشان خاطر جدودنا كانوا يودوكم في المؤن والذخاير والمقاتلين وماتوا واستشهدوا، وعندنا شياب موتوا وانا دون والرصاص معلم في كرايم الرصاص الطليان ومجاتوا معكم وما عندناش فيها جميل. موضوع المساعدات هذا موضوع تافه بالنسبه لنا واقل واجب نقدموه للغده الليبيه وعمرنا ما تكلمنا عليه ولا نتكلم عليه. معامله الليبيين في الفتره اللي عدت الاسبوع اللي فات ان واحده من الناس واقف في الشارع اي واحد ليبي نازل انظر على المغنم فوق ينزل اللي نزل هذا مان معاه جوز منها يما جمعيه ولا عشيبيه ولا مفوضيه ولا بنشيف ولا حشيريه ماشي لهلا اللي منحنا نبغى مانيش بني ادم. خد بالك ولا واحد طلع فيه شكر مريض تفضل على الراحه والساعه مصر قلب الامه النابضه كما قال الاستاذ صالح. خد بالك الحاجه الاخرى الليبي اللي جاي من مصر على الراحه والساعه ما حدش يعترض خالص. طبعا في تجربه في غلطات ثانيه في بعض الشباب يبزن سوانيه هل بقيت 200 جنيه بتاع من ضمن ذيك الليلات لقينا واحد واخذين من 200 جنيه مشينا جبنا اللي واخذ 200 جنيه نوعين واحد من الشباب اللي قاعدين خذناها منه ووديناها له شاب من بنغازي اما مريضه قاعده في بنغازي تدفي عمليه اسكندرانيه. خد بالك خدت لي الحوش قلت فيها اللي ما عندك والميش هذول قروشك وكانت تريد فلوسك انا نعطيك تعشى معي في البيت وبيت وفي الصبح فطار وقلت ما عادش وصيت عليه جميع يعني بواقع 15 قلت له كم واحد سيارته هوندا حمراء بيض واحد من بنغازي ماشي لما ما عادش يكلم وغيره هذين يعني بعض الامثله. طبعا التجاوزات اللي حكوا عليها الجميع انتهاكات من ضمن اللي تو الناس اللي تو هذول يعني سير لما اقول ما نقدرش نحكي عليه تو قدامكم في المجمع عشان ما نقدرش نحكي عليه هذه وزاره الخبر اليوم هم كاش بيبسي قاعدوا عليه. خد بالك واحد محلقين لشليبه كما قال عند عبد الرازق واحد مولعين النار في راسه قاعد في التليفون خد بالك مش عارف والله حاجات واجده شعر راسك الصار. البيان اللي داروا عمدنا ومشايخنا ما فيش كلمه مس شعور اي مواطن ليبي ونتحداك يقراها عند احمد او عند عبد الرازق ما فيش كلمه تهين اي مواطن ليبي بالعكس
ده فيها حرص على حياه المواطن الليبي. خد بالك؟ تعال اقرا البيان اللي ذروه حكماء طبرق. بيان في 3 ورقات، اللي قريت في النت. خد بالك؟ بيان كله، معلش مع احترامي لسكان طبرق اللي احنا نعرفوه، خد بالك، المحترمين اللي عمرهم ما يهونوا علينا ولا نرقصوا عندهم ابدا. القرار هذا ما يمثلنش بصدق. انا اللي عندي لو بيقول ابدا هذا مش حكماء طبرقيين. بيان كله اسفاف، بيان كله غلط وانقاص من حق عمادنا ومشايخنا. خد بالك؟ لا كلام صغير. علاقتنا اكبر من هيك بواجد. سيبك من القضايا وسيبك منها، ليبيا عمرنا ما استقر عليها. وما تصير مشكله هناك احنا اللي نشولها، نعملها هناك فيها، ما فيش قبيله من هالقبائل اللي قدامكم الا ونصها هناك، وبالتالي هذه عمرنا ما استقرنا على بعضنا، حتى لو الحكومات تفرضها ما فرضها. مع احترامي للحكومات، احنا لنا ارتباط مع البحر، نمشوا مع الجو، نمشوا مع البحر، نمشوا مش ممكن نستغنوا على بعضنا بشكل خالص. فانتم طبعا بركه فيكم عمادنا ومشايخنا والاخوه اللي جونا من مساعد شرفونا واهلا وسهلا وكلهم اهلنا وحبايبنا وناسنا ودمنا ولحمنا. اسعوا في قريبكم تحلوا لنا المعضله. لعند الوقت الامور ما زلنا متحكمين فيه. شويه قضايا في مساعد، شويه قضايا في براني، هذه امور سهلات ممكن الوقت وقرار من عمادنا ومشايخنا ومنكم تنحل المشكله العاده. لكن اللي عندي بنت الوقت في اسر في مساعد اكثر من 3000 مواطن مصري قاعدين يتعلقوا في الصقعه من 3 ايام، نزلوا منهم في 3 ولا 4 في ناس والله وفي ناس منتهكينها وقاعدين يسمعوا فينا هالوتر. هم المفروض من هالوقت هذا ينطقوا المواطنين المصريين يتفضلوا معك سلم. اما البضائع هذا امر عادي، حتى لو عندنا ما يمثلش شيء. البضائع اللي في مساعد او بضائع احنا عندنا تحت 300 حاوي في مساعد الوقت ملك النساء والشباب، ملكهم خاص. خد بالك؟ ما نتكلمين عليه خالص، مقابل كرامتنا ومقابل نريدوا حل جذري، حل يريح الناس. هذول احنا ما صرناش على بعضنا. الحاجه الاخرى اللي يتكلم عليها الاستاذ صالح، الناس اللي في البوابات، الناس اللي ما همش مؤهلين، الناس اللي ما همش طالعين من كوادر امنيه مدربين على معامله الشعب، معامله الناس، هذول يجب انكم تشيلوهم من الطريق. اي مواطن ماشي يجي يلقى واحد اكاديمي فيهم يعمل كويس، ان كان غلطان ما معيش تاشيره، ما معيش جواز، ما معيش كتيب سياره، مش رابط السير، حكمني بالقانون يا سيدي، اللي في قانون انا ما ازعلش. لكن جيت تلقى واحد بالرصاص كلمه بالبلد طف فوق راسك ارهاب. لا الكلام هذا مرفوض شكل الموضوع. احنا كمصريين مش كابناء مطروح مرفوض اهانه اي مواطن مصري. السلام عليكم.